هل كنت تعرف أن ليسا مثلية؟ أو جونيا ما زال على قيد الحياة؟ أو سويمي أبو صندح كان مطوع؟ وأسرار أخفاها مشاهير عن متابعينهم وراح نكشفها. بندريتا يوتيوبر سعودي كان محتواه طبيعي وما يخفي شيء عن متابعينه. لكن هل كنت تدري أن بندريتا متزوج؟ نعم، وهو قال كذا في مقابلة. طبعا الناس يشوفون الصورة الحين. هذه الصورة أنا دائما أشوفها، دائما الناس يعلقون عليها وكذا، يقولون بندريتا متزوج. هل بندريتا متزوج؟ الحقيقة والله شوف، هذه صورة انتشهرت مرة. أنا ما كان ودي إنه يعني، كان بالنسبة لي الزواج يعني حاجة من حياتي الشخصية، فاهم؟ فما كان أبغى أي صورة تطلع. سويمي أبو صندح يوتيوبر سعودي، محتواه عبارة عن قيمنقة وعزف عود، ومحتواه كثير حلو، ولكن انحذفت قناته. لكن هل كنت تدري أن سويمي مطوع؟ هذا المقطع سبب صدمة لمتابعينه. فما نقول غير الله يهديه. مستر بيست أكبر يوتيوبر في العالم. مستر بيست في بدايته ما كان بده يكون يوتيوبر رسلا، لأنه كان يبي يكون لاعب كرة سلة أو بيسبول، واليوتيوب كان مجرد شغف له. ولكن للأسف مستر بيست كان مصاب بمرض خطير كان راح ينهي حياته، وترك كل أحلامه وركز على اليوتيوب، وصار مع ذلك أكبر قناة في العالم. شو سبيد يوتيوبر مهووس برونالدو. هل تدري أنه كان متزوج وعنده أولاد؟ وإذا بحثت في الإنترنت راح اكتشفه. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم. كريستيانو معروف بديانته المسيحية، لكن عندما سافر السعودية تغير كل شيء وسجد أمام الملايين. هل تعتقد أنه أسلم؟ أوباما رئيس أمريكا السابق. كشفت حرمة أوباما ميشيل عن السر الذي أخفاه أوباما. وقالت ميشيل عند حضورها في مؤتمر مطوري أبل في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا: ظل يرتدي نفس بذلته الخاصة بالمناسبات ونفس الحذاء لمدة 8 سنوات. يعني أنه ما يغير ملابسه ابدا. جونيا تيك توكر صيني، هذا معروف بجنونه، ولكن جونيا اختفى عن التيك توك قبل أكثر من سنة، والكل يقول إنه مات، لكن الحقيقة لا، لأنه جونيا ما زال مستمر على اليوتيوب وينزل أكثر فيديوهات. حسحس تيك توكر عراقي. هذا التيك توكر مستحيل يخفي سر عن متابعينه، لكن تسرب سر خطير قلب حياة حسحس للا سوء، وهو أنه مدير تيك توك. نعم، حسحس مدير التيك توك، وكمان موظف عندهم. عمر البشير رئيس السودان، هذا من أكبر المعذبين لشعبهم. بس في سر قلب حياة عمر البشير 180 درجة، واللي كشفه هو البرهان، وقال فيه أسعى مبدئيا لتصحيح خطأ شائع، يعني أنه استنجر تركيا. محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري وفخر العربي. أكيد كلكم تعرفون الأحداث اللي صارت في غزة، بس محمد صلاح تكلم عن فلسطين. بعضهم قالوا إنه يدعم فلسطين، وبعضهم قالوا إنه يدعم إسرائيل، وبعضهم قالوا إنه مهتم للقضية وبس يحب يتابع الكرة. بس هل تعرف أن المقطع اللي تكلم عنه ذكاء اصطناعي؟ حتى أحد الأعضاء عرف أنه ذكاء اصطناعي. ديمس روسيوس مغني يوناني، كان معروف بأغانيه عن الحب. بس هل تعرف أنه مخطوف؟ وكمان في مصر ميريل ستريب ممثلة أمريكية، من أشهر الممثلات في العالم. مرة كانت تدعم فلسطين وتسميها باسمها، والناس شتمتها. هل تعتقدون أنها دعمت إسرائيل أو فلسطين؟ أليسا مغنية لبنانية، من أشهر المطربات العرب. بس هل كنت تدري أنها تدعم المثلية؟ وكمان نشرت تويت على هذا الشيء قالت فيه أن المثلية شيء عادي. جميل راتب ممثل. جميل راتب توفى في 2018. وهل تعرف أنه زوجته مسيحية؟ ولم يجبر زوجته على اعتناق الإسلام لأن كلنا أخوة. واللي كشف السر هي صلاة الجنازة.